في الفيلم ده زعيم عصابة بيتحالف مع البوليس الدولي علشان يسرقوا طيارة محملة بسبائك ذهب، ولكنه بيقع في حب الشرطية اللي معاه في المهمة وبيسرق الذهب وبيقدمه شبكة ليها. بيبدأ فيلمنا برئيس عصابة اسمه سيروس، ويكون داخل مزاد على لوحة فنية نادرة جدا، ونعرف ان المزاد ده معمول في اسبانيا ولكن اللوحة بتكون موجودة في لندن. ويظهر اتنين من فريق سيروس وبيكونوا موجودين في لندن علشان يسرقوا اللوحة، والاتنين دول اسمهم لوك وماجنوس، وبيكلموا سيروس عشان يتأكد ان لوك مستني في القارب بتاعه لحد ما ماجنوس يسرق اللوحة من الخزنة وبعدها يهربوا سوا. وفي مكان تاني بيكون فيه محققة من البوليس الدولي الانتربول وبيكون اسمها ابي، وبيكون عندها معلومات عن عملية السرقة وبتراقب كل اللي بيحصل. ونروح للمزاد وبنشوف سيروس وهو كان داخل المزاد بقلب جامد وبيزايد على اللوحة، وبيكون في شخص اسمه موني بيزايد قدامه، والاتنين سخنانين على بعض في السعر، لكن سيروس بيزود المبلغ لحد ما بيوصل 20 مليون دولار. بعدها بيتم اعلان بيع اللوحة لسيروس، وفي الوقت ده بتقدر واحدة من عصابة سيروس اسمها مين تخترق انظمة الحماية وبتشغل جهاز الانذار، وكل الناس وقتها بتخاف ويعملوا فوضى كبيرة، وبسببها بيتم وقف عملية البيع. فبيستغل سيروس الفوضى اللي بتحصل وبيروح لصاحب اللوحة وبيقول له انه دفع 20 مليون دولار وما استلمش اللوحة بسبب الاختراق اللي حصل، وبيعزمه على الرحلة على اليخت بتاعه. طبعا صاحب اللوحة ما يقدرش يكسفه ولا يرفض له طلب، ده هيدفع 20 مليون دولار. وده كان لحد ما يتم تسليم اللوحة، وبيروح معاه وبيخرجوا سوا من المكان ونروح للندن، وبيوصل ماجنوس للخزنة اللي فيها اللوحة وبيقدر ان هو يفتحها وبيسرق منها اللوحة وبيحطها في انبوب معدن وبيرميها اللوك اللي بياخدها وبيهرب بسرعة. ونروح تاني لاسبانيا. معلش عزيزي المشاهد انا واخدك مشاوير من اسبانيا لندن ولكن عشان نتابع الاحداث. وبتكون في واحدة تبع سيروس اسمها كاميلا مستنياه في القارب، فبيجي سيروس ومعاه صاحب اللوحة ويركبوا في القارب وبتهرب بيهم بسرعة من المكان. وفي الوقت ده بتقتحم ابي المتحف، وانا من هنا عزيزي المشاهد استنتجت ان مفيش فرق ما بين البوليس في الافلام المصرية والافلام الاجنبية، وكلهم بيجوا بعد تنفيذ الجريمة وهروب الجاني، وبتفضل تدور على سيروس والعصابة لحد ما بتشوفهم بيهربوا بالقارب، فبتركب واحد من القوارب اللي قدامها وبتطارد سيروس واللي معاه، ولكن كاميلا بتقدر تهرب بالقارب بسرعة وبمهارة عالية. Are you sure this is safe? وبعدها بيوصل سيروس واللي معاه لليخت، وهناك سيروس بيقول لصاحب اللوحة ان هو قدر يبيع اللوحة في السوق السوداء بمبلغ 89 مليون دولار، وبيفهمه ان عملية البيع اللي تمت مزيفة، وده لانه قدر يسرق اللوحة من لندن، ومش فاضل غير ان صاحب اللوحة يدير الرمز الخاص بتقنية ال NFT اللي موجودة في اللوحة علشان سيروس يقدر يتمم عملية البيع. وفي المقابل سيروس هيدي صاحب اللوحة 40 مليون دولار، فبيفرح صاحب اللوحة بالمبلغ وبيوافق ان هو يدي الرمز لسيروس، وبعدها بيسهروا سوا وبيحتفلوا بالاتفاق اللي تم ما بينهم. وفي اليوم التاني بتكون ابي في مقر الانتربول وبتقابل رئيسها اللي اسمه هيكسلي، وبتتفاجئ ان هيكسلي بيطلب منها تقابل سيروس وتقنعه ان هو يشارك معاهم في مهمة من مهمات الانتربول، وبيكون ده مقابل اسقاط كل التهم اللي عليه هو وافراد عصابته. وبيشرح هيكسلي المهمة لابي، واللي بتكون عبارة عن عملية سرقة لحمولة من الذهب، وكانت خاصة برجل أعمال اسمه لارس، وبيقول لها هيكسلي إن لارس ده هينقل الذهب في طيارة من لندن لمدينة زيورخ في سويسرا، وده علشان هيسلمها لعصابة إرهابية من الهاكرز. وبتعرف ابي إن لارس اتفق مع عصابة الهاكرز دول علشان يخترقوا أنظمة البنية التحتية في مدينة من مدن أوروبا، وهيعطلوا الأنظمة التحكم في المية وهيغرقوا المدينة بالكامل، وده هيخلي لارس يقدر يسيطر على البورصة ويتحكم في الأسهم ويكسب مليارات من الدولارات. ولكن بيظهر إن ابي مش عايزة إن هي تتعاون مع سيروس، ولكن هيكسلي بيفهمها إن هما ما عندهمش حل تاني، خصوصا إن الانتربول بقاله فترة بيراقب لارس وما قدرش يلاقي أي دليل ضده، وإن مفيش قدامهم غير إن هما يبوظوا صفقة لارس مع عصابة الهاكرز، وبكده هترفض العصابة التعاون مع لارس والعملية هتفشل أو مش هتتم.
وفي الوقت ده بتقتنع ابي بكلامه، وبالليل بتروح لسيروس في بيته وبتعرض عليه الموضوع. وبنعرف هنا ان ابي كانت بتجمعها علاقة صداقة بسيروس، ولكن الكلام ده كان من فترة طويلة لما كانوا في باريس. ولكن وقتها كانت ابي ما تعرفش ان سيروس زعيم عصابة ومجرم خطير، وان هو استغلها علشان ينفذ واحدة من عمليات السرقة اللي بيقوم بيها. وبيحاول سيروس انه يفكرها بايام الشقاوة اللي قضوها سوا. يا ابن اللعيبة، زعيم عصابة ومنيم البوليس الدولي حرفيا. لكن ابي بترفض تسمع كلامه وبتطلب منه يقول رأيه في المهمة اللي هي عرضتها عليه. فبيوافق سيروس بشرط ان هي تشارك معاه في المهمة. فوقتها بتضطر ان هي توافق لانها لا تملك بديل اخر. وتاني يوم سيروس يقابل افراد عصابته ويعرض عليهم المهمة، وبالرغم من استحالة المهمة الا ان كل فريق سيروس بيوافق، وده لما يعرفوا ان سجلهم الاجرامي هيتمحي نهائي. وبتبدأ ابي تشرح لهم تفاصيل المهمة، وبتقول لهم ان لارس هينقل الذهب في طيارة خاصة، وانهم لازم يسرقوا الذهب قبل ما يوصل لعصابة الهاكرز. وبعدها بيحط سيروس وزمايله خطتهم، وبيقرروا انهم يسرقوا الطيارة اللي هتنقل الذهب عن طريق استخدام طيارة تانية هتطير بيها كاملة، وهتكون تحت الطيارة اللي بتنقل الذهب. ووقتها تخترق مين أنظمة المراقبة، وهتتحكم في إشارات الرادار علشان تخفي طيارتهم من على شاشات المراقبة الجوية. وفي الوقت نفسه هيحولوا مسار الطيارة اللي بتنقل الذهب علشان تنزل في مطار خاص ليهم. وبمجرد ما هتوصل الطيارة للمطار، ماجنوس هيفتح خزنة الطيارة وهياخد الذهب، وبعدها هينقلوا الذهب بالطيارة الخاصة بتاعتهم. وأول حاجة بيكونوا محتاجينها في خطتهم هي طيارة خاصة. فبيروح سايروس لمولي رجل الأعمال اللي كان شادد قدامه في المزاد، وبيعرض عليه إن هو يشتري منه طيارته الخاصة. وقتها بيتريق عليه مولي لأنه هو مش هيقدر يدفع ثمن الطيارة، وده لأن مولي عامل الطيارة سبيشال اوردر عزيزي المشاهد، وفيها خواص زي ان جسم الطيارة فيه شاشات بيقدر يعرض عليها اي حاجة هو عايزها. لكن مولي بينصدم لما يعرف ان ابي بتبقى من الانتربول، وان هو اعترف قدامها بمخالفته للقانون الدولي للطيران، لان هو عامل اضافات على الطيارة بتاعته بدون تصريح حكومي، زي عندنا في مصر كده عزيزي المشاهد لما واحد بيركب فاميه على زجاج السيارة بتاعته. وبالتالي هي ممكن تقبض عليه وتصادر الطيارة كلها، وكمان ممكن تسحب الرخص وتدخله فحص في المرور، ده لو عندنا في مصر يعني. ولكنها هتكتفي ان هي هتصادر الطيارة ومش هتقبض عليه. وبتنجح خطة ابي وسايروس وبياخدوا الطيارة على مقرهم السري. وبيبدأ فريق سايروس انهم يعملوا تعديلات على الطيارة علشان تناسب المهمة. فبيغطوا هيكل الطيارة بقطعة من معدن خاص، والمعدن ده بيساعد على اختفاء الطيارة من على اجهزة الرادار. وبيزرع لوك في جسم الطيارة عدد كبير جدا من الكاميرات، وده علشان تساعد كاملة أثناء قيادتها للطيارة. وبعدها بتروح ابي لصديق من أصدقائها وكان اسمه هاري، واللي بيشتغل في برج المراقبة الجوية لمطار زيورخ، وبتتفق معاه انه يبلغ معلومات زائفة لقائد الطيارة اللي هتنقل الذهب ويوجهه للمطار الخاص بيهم. فبيعترض هاري على تنفيذ المهمة، وده لانه ممكن يخسر شغله ومستقبله يتدمر. فبيعرض عليه سايروس $1,000,000 في مقابل انه يساعدهم. وقتها بيرمي مستقبله ورا ظهره وبيوافق بدون تردد. وبيجي يوم تنفيذ العملية، وبيركب سايروس وابي للطيارة اللي هتنقل الذهب، وبيكون معاهم مين وماجنوس. وبيلاحظوا كلهم ان في مجموعة من رجال لارس موجودين على الطيارة، وده علشان يحمي الذهب. ويتواصل سيروس مع فريقه علشان يتأكد ان كل واحد فيهم في مكانه، ولكنه بيتفاجأ لما بيعرف ان لوك مركبش معاهم الطيارة، وده لان لوك غير رأيه وقرر ان هو مش هيشارك معاهم في المهمة. فبتقرر ابي ان هي هتقوم بدور لوك في العملية. وفي الوقت ده بتكون كاملة في الطيارة التانية، وبتكون طايرة ورا طيارة الذهب. وبتكون طيارة الذهب قربت توصل مطار زيورخ، فبيدي سيروس اوامره للفريق ان هم يبدأوا الخطة. وقتها بيروح ماجنوس عند خزنة الطيارة وبيبدأ يحل شفرة القفل علشان يفتحها. وبعدها بتقوم ابي من مكانها وبتروح للحمام، وبتشغل جهاز التشويش على الاشارة علشان تخفي طيارة كاملة لما تقرب من طيارة الذهب. لكن الجهاز بيقع منها على الارض وبيتفكك،
فبترتبك وبتحاول ان هي تجمعه بسرعة، وفي اللحظة دي بيقلق عليها سيروس عشان اتأخرت، فبيروح لها وبيساعدها في تجميعه. وفي نفس الوقت ده بتقدر كاميلا ان هي تطير تحت طيارة الذهب بسرعة متساوية، وبتتكلم مين مع هاري في برج المراقبة علشان يبدأ يضلل قائد الطيارة وينزله في المطار الخاص بيهم. وبيتكلم هاري مع قائد الطيارة وبيعرفه ان في امر طارئ حصل في مطار زيورخ، ويبدأ يوجهه للمطار الخاص بسيروس عشان ينزل فيه. وبعدها بيخرج سيروس وابي من الحمام، وبيشك فيهم واحد من رجال لارس اللي على الطيارة. وبتعلن في الوقت ده المضيفة للراكبين ان هم هيضطروا ينزلوا في مطار تاني. وقتها بيفهم رجال لارس ان هم هيتعرضوا للسرقة، فبيروح واحد منهم وبيهدد المضيفة علشان تبلغ قائد الطيارة ان هو لازم يكمل لمطار زيورخ. لكن سيروس وابي بيهجموا على افراد عصابة لارس وبيدخلوا مع بعض في معركة شرسة، بس ابي وسيروس بيقدروا ينتصروا في الاخر وبيتحركوا ناحية خزنة الطائرة. وفجأة بيظهر كوماك مساعد لارس ويرفع عليهم السلاح، وفي اللحظة دي بتهبط الطائرة على المطار الخاص بسيروس، وبيكون المدرج عليه سلوك وبتفقد الطيارة توازنها، ولكن الطيار بيقدر يسيطر على الطيارة وبيهبط بيها بعد ما تكون تعرضت للضرر. وفي الوقت ده بتهبط كاميلا هي كمان بالطيارة على نفس المدرج، وكانت هتصطدم بطيارة الذهب وبتقف وراها بالظبط. وفي الوقت ده جوه الطيارة بيكون كوماك وباقي افراد رجالة لارس مسكوا سيروس وابي وماجنوس، وبيكونوا كشفوا الخطة كلها. فبيتصل كوماك بلارس وبيحكي له على اللي حصل، فبيأمروا لارس ان هو يغير مسار الطيارة ويتحرك بيها فورا على بيته في ايطاليا. فبياخد كوماك ورجالته سيروس وابي وماجنوس وبيروح على طيارة كاميلا، وبيهدد كوماك كاميلا بالسلاح ويأمرها ان هي توصلهم بالطيارة لإيطاليا وتساعده يوصلوا حمولة الذهب لطيارتها. فبتقول له كاميلا ان الطيارة مش هتتحمل حمولة الذهب كلها، فبيأمر كوماك واحد من رجالته انه ياخد ماجنوس لمكان بعيد علشان يقتله. وبيقول كوماك لكاميلا ان الحمولة كده بقت اخف، ولو عايزة اخففها اكتر من كده اقتلك ناس تانية. وقتها بتضطر كاميلا ان هي تركب الطيارة وتسمع كلامه. وفي الوقت ده هيكسلي بيعرف باللي حصل، وبيعرف ان رجالة لارس قدروا يسيطروا على الطيارة بتاعتهم، ويدي اوامره للمساعدة بتاعته انه يدور على الطيارة فورا. ونشوف كاميلا وبتكون اتحركت بالطيارة في اتجاه بيت لارس. واثناء الرحلة بتجي لكاميلا فكرة عبقرية، وهي انها تزود سرعة الطيارة وتميل بيها فجأة، ودي هيخليها تتخلص من المعدن اللي على جسم الطيارة اللي بيمنع ظهورها على الرادار، وبالتالي الطيارة هتظهر على اجهزة الرادار، ووقتها يقدر الانتربول انه يعرف مكانها. وبتنجح خطة كاميلا والطيارة بتظهر على الرادار فعلا، وبيقدر هيكسلي انه يشوفها. ولكن هيكسلي بيتصل بالقوات الجوية وبيبلغ عن الطيارة وبيقول ان هي طيارة عليها ارهابيين، وبيطلب منهم تفجير الطيارة في الجو. يا ابن الغدارة يا هيكسلي. وبيظهر هنا ان هيكسلي مش مهتم بأي حاجة غير ان الذهب ما يوصلش للارس. وفي الوقت ده بيقدر ماجنوس انه يتخلص من الراجل اللي كان واخده علشان يقتله وبيهرب منه. ونروح ايطاليا وبيكون لارس بيستقبل زعيمة عصابة الهاكرز وبيعتذر لها عن التعديل اللي حصل في العملية، وبيقول لها ان الطيارة اللي عليها الذهب على وشك الوصول. وفي الطيارة كاميلا بتنصدم لما بتلاقي طيارات حربية بتطلب منها تستسلم فورا، والا هيفجروا الطيارة في خلال 30 ثانية من دلوقتي. لكن كوماج يمنع كاميلا من ان هي تتكلم مع الطيارين، وبيطلب منها ان هي تزود سرعتها وتكمل طريقها. ولكن ابي وسيروس بيهجموا على كوماج ورجالته وبيدخلوا معاهم في قتال عنيف جدا. وتستخدم ابي جهاز التحكم وتكتب على الشاشة الموجودة على جسم الطيارة رسالة وبتقول ان في مدنيين على الطيارة. وبتلف كاميلا بالطيارة علشان الطيارات المقاتلة تشوف الرسالة، وبمجرد ما الطيارات المقاتلة بتشوف الرسالة بتلغي المهمة وبتنسحب. وبعدها بتشغل كاميلا الطيار الآلي وبتهجم على واحد من رجال لارس وبتفقده الوعي، بس بتتصاب في ايديها والطيارة تكون بدأت تفقد توازنها وبتتجه ناحية الاصطدام بالارض. وفي اللحظة دي ابي بتلاحظ ان كوماك موجود عند باب الطيارة، فبتستخدم جهاز التحكم وبتفتح الباب. وفي الوقت نفسه سيروس بيضرب كوماك وبيرميها من الطيارة، وابي بتقفل الباب. ويروح سيروس وابي للكابينة بتاعة القيادة علشان يطمنوا على كاميلا. وقتها بيتفاجئوا بان كاميلا اتصابت في ايديها ومش هتقدر تتولى قيادة الطائرة تاني.
فبيتحرك سيروس بسرعة ويستطيع حفظ توازن الطيارة ويرجعها لمسارها الصحيح. وفي اللحظة دي بتكون الطيارة وصلت عند بيت لاريس، وبتدي كاميلا تعليمات بالهبوط بالطيارة لسيروس، ولكن سيروس مش بينفذها صح وبيهبط بطريقة سيئة. يكون على وشك انه يصطدم في بيت لاريس، لكن الطيارة بتقف قدام البيت في اخر لحظة، فبيروح لاريس ورجالته في اتجاه الطيارة وبيكونوا مسلحين، وبيهدد سيروس وكاميلا وابي، ولكن زعيمة عصابة الهاكرز بتقرر ان هي تلغي المهمة، وده علشان جات لها معلومة ان الانتربول عرف بكل حاجة بتحصل. فبيحاول لاريس يفهمها ان هو مسيطر على الوضع، لكنها بتصمم على رأيها، فبيضربها بالرصاص وبيقتلها. وبعدها بتوصل القوات الإيطالية للمكان وبيرفعوا أسلحتهم على لاريس ورجالته. وقتها بيقول لهم لاريس إن ده بيته، وإن سيروس وعصابته هم اللي اقتحموا البيت وقتلوا رجالته. فبتوجه الشرطة أسلحتها لسيروس واللي معاه، ولكن سيروس بيشغل الشاشات اللي في جسم الطيارة، وبتكون الكاميرات اللي في الطيارة سجلت كل اللي بيحصل. وقتها بتشوف قوات الشرطة اللي حصل على الكاميرات اللي بيظهر فيها لاريس وهو بيقتل زعيمة عصابة الهاكرز، فبيقبضوا عليه وعلى رجالته. وبعدها تيجي طيارة هليكوبتر وبينزل منها هيكسلي ورجالته. وفي الوقت ده بتعرف ابي من واحد من زمايلها ان هيكسلي هو اللي طلب من القوات الجوية تهاجم الطيارة بتاعتها، فبتروح له ابي وبتضربه على وشه وبتفرج عليه الخلق، وبتديله الشارة بتاعتها وبتقول له ان هي مستقيلة من شغلها. وبعدها بتروح لسيروس الحب القديم وكاميلا وتركب معاهم القارب، وبيمشوا كلهم من المكان. ونرجع بعد اسبوع ويكون سيروس في عربيته مع ابي، وبيقول لها سيروس ان هو سرق الذهب من الطيارة، وان هما شحنوا كمية مزيفة من الذهب على نفس الطيارة اللي كانت بتنقل الذهب بتاع لاريس، وان ماجنوس قدر يبدل الذهب السليم بالذهب المزيف وحط الذهب المزيف في خزنة الطيارة، وقام برمي الذهب من الطيارة وتم استقباله عن طريق لوك اللي قدر يتحكم فيها ويوجهها للمكان اللي هم عايزينه. ونشوفهم بيوصلوا لمكان متفق عليه قدام نهر، وبيكون كل زمايلهم متجمعين فيه، وبياخد سيروس جهاز التحكم من لوك وبيديه لابي علشان تستخدمه، وبتاخده ابي وبتدوس على الزرار وبيطلع من النهر شحنة الذهب. فبيفرح سيروس وابي وكل الموجودين لانهم كده بقوا اغنياء جدا ومليونيرات. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم متنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا، الى اللقاء.